السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سليمة حمريش في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يا رب يلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال، ودائما في اطار تحضيرات رمضانية. قلت علاش لا نشارك معكم الشباكية اللي سبق لي وحضرتها معكم العام اللي فات، وديجا يعني كل عام كان نحضرها معكم. قلت علاش لا عاوتاني نشاركها معكم هاد العام ان شاء الله، اللي دائما كتجي مجعبة وكتجي لداخل معلكة، كتجي بنينة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. وفي صندوق الوصف ان شاء الله غادي نخلي لكم حتى الطرق ديال التحضير، ديال الطرق ديال التشبيكه، ديال الورده والتشبيكه العاديه اللي ديجا سبق لي وحضرتها معكم في العام اللي فات. وقلت علاش لا، نعرفه ما شاء الله راه العديد من السيدات كيعرفوا يصوبوا الشباكيه، وكاين عاوتاني واحد الفئه اللي كيتعلموا يصوبوا شباكيه. وقلت علاش لا نشاركها معكم ان شاء الله هذا العام. ما تنسونيش من اللايك والتعاليق زوينه، ولا عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي دخلوا وفعلوا الجرس واشتركوا باش دائما يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير بادق التفاصيل لهاد الشباكيه هادي. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 3 كيلو و600 غرام، لان عندي هنايا غادي نصوب واحد الكميه لا باس بها. عندي واحد الكوموند ديال مولاتو وبغاتها غير بالزنجلان، وقلت علاش لا نشاركها معكم. عندي هنايا الدقيق الرطب يكون المزيان، من الاحسن يكون نوعيه جيده. عندي هنايا 3 كيلو و600 غرام، يعني نتوما لا بغيتو تحضروا بالكيلو غتاخدوا كيلو و200 غرام. بالنسبه للكيلو 200 غرام كنحتاجوا معاها معلقه كبيره ديال حبه حلاوه او لا النافع البستاني، لان هادو هما اللي كيكون فيهم مذاق زوين. وكذلك هاد القياس اللي كنعطيكم، المقادير اللي كنعطيكم راه ديال كيلو. بالنسبه للكيلو 200 غرام كنحتاجوا معاها معلقه كبيره ديال القرفه تكون مطحونه ومغربله مزيان، وكاس ديال الزنجلان يكون غير مصهد ما يكونش محمر، لان لا حمرتو راه غيعطيكم مذاق ديال المروره فاش غتكونوا كتقليو هاد الشباكيه. من بعد ما كنطحنوه مزيان، علاش كنصهدو غير باش يعاوننا فاش غنكونوا غنطحنوه مزيان. كنحتاجو كذلك هاد القياس، المقادير اللي سنعطيكم كما كنقول لكم راه غير ديال كيلو. انا هنايا راني خديت بانيو لان عفوا لان القصعه ما كفاتنيش. من بعد كناخدو كما قلنا كاس ديال الزنجلان يكون مطحون مزيان، وكناخدو كاس ديال الزبده. من بعد ما كنحيدو منها الحليب كندوبوها ونخليوها فوق النار حتى كتحيد منها الحليب، وكنضيفو كاس ديال زيت نباتيه. كما كتشوفوا معايا بالنسبه للكاس ديال الزيت راه ما كناخدوش كاس يكون عامر، غير كاس يكون ما عامرش ديال زيت نباتيه او زيت المائده صافي. وغنديروا دائما قبصه الملح ما نساوها شيء، وغادي نرملو هاد الخليط كامل. بالنسبه ليا انايا كنقسم الخدمه على يومين. بحال دابا هاد العجينه عجنتها في الليل، وماشي عجنتها يعني غير رملتها مزيان كما شفتوا، وفي الصباح عاد جمعتها وشبكتها باش ما كتعياوش، يعني لان كيكون نهار تاني تابعكم القلي ديالها، باش الا كنتو جمعتو هكا العجين في نهارها يعني غادي تعيا. اللهم من الاحسن تقسموا الخدمه، غترملوها مزيان حتى كيتدخل داك الزبده والزيت والقرفه والنافع كاملين في الدقيق، وغادي نغطيو عليها ونخليوها حتى للصباح. عاد غنخدموا بها، بغيتو تخدموا بها ديك الساعه خدموا بها ديك الساعه. انا بالنسبه ليا المقادير اللي حضرت هنايا ديال 3 كيلو و600 غرام، ضفت معاها 3 ديال المعالق ديال كبار ديال النافع البستاني او لا حبه حلاوه اللي متوفره عندكم، وتكونوا طحنتوها وغربلتوها مزيان. من بعد كناخذوا 3 المعالق كبار ديال القرفه، و3 ديال الكيسان ديال العنبه يكونوا ديال الزبده يكونوا دايبين، و3 ديال الكيسان ديال الزيت المائده. هادو هما المقادير اللي خدمت بهم انا في هاد العجين ديال 3 كيلو و600 غرام. دابا غادي ناخذوا واحد
يعني واحد الكاميله اولا كاسرول، وغادي نضيفوا لها الماء زهر. عندي هنايا الخل، غنحتاجو هنايا نص كاس ديال الخل كما شفتوا. بالنسبه للمقادير ديال 3 كيلو 600 غرام، الا بغيتو ديروا المقادير يعني ديال كيلو و200 غرام، غتحتاجو غير 2 معالق كبار فقط ديال الخل. حاولوا ما تكثروش الخل، لان الا كثرتوا الخل راه فاش تكونوا كتعسلوا فيها غتهرس كامله، لان الخل هو اللي كيهشش لينا هاد الشباكيه. من بعد غادي ناخذ واحد 4 ديال الكؤوس ديال الماء زهر. من الاحسن تاخذوا ماء زهر نوعيه جيده. وغادي بالنسبه اللي بغات القياس ديال الكاس ديال بالنسبه للكيلو و200 غرام، غادي ناخذوا غير كاس وربع ديال ماء زهر. من بعد غادي نكملوا حنا هاد العجين، غادي نكملوها غير بالماء عادي، غير الماء يكونوا دفيتوه من الاحسن. هاد السيده هادي اللي بغات هاد لا كوموند ما بغاتش زعفران شعره، لان كتجيها المذاق ديال الزعفران مجهده، ديال الزعفران شعره كتجيها النكهه ديالها مجهده. لهذا فضلاتو غير بالملون غذائي. وانتوما الا كنتو كتبغيو بالزعفران شعره كان احسن صراحه، حتى هو كيعطي مذاق زوين. من الاحسن كنضيف واحد الكميه غير شويه، وغادي ندفيو هاد الماء حتى كيسخن. علاش ماشي سخن بزاف، غير يدفى شي شويه. علاش؟ باش هو كيذوب لينا الزبده كيذوب لينا الزبده باش تكونوا غادي نخلطوا هاد العجين. غادي نحطوا هاد الكاسرول ديالنا على ما دفى، وندوزو باش غناخدو صفار البيض وثلاثه ديال الخمارات. عندنا هنايا هادو راه المقادير اللي تنعطيكم راه ديال 3 كيلو و600 غرام. بغيتو ديال كيلو و200 كما سبق لي ذكرت لكم المقادير، غتاخدوا صفار بيضه واحده، وغتاخدوا خماره وحده فئه ديال 8 غرام. وبالنسبه اللي تكون يديها ثقيله ما تضيفش الخماره ديال الخماره الفوريه، يعني الخميره ديال الخبز. من الاحسن ما ديروهاش اللي عندها يديها ثقيله، واللي كتكون يديها خفيفه واخا تضيف واحد شويه ماشي مشكل. انا هنا غادي نضيف غير واحد شويه كما غادي تشوفوا معنا. وبالنسبه للبيض غادي ناخذ هنايا 3 ديال صفر ديال البيض، لان صفر البيض حتى هو كيعطي واحد التعليكه زوينه لهاد. انا هنايا راه غير نص معلقه مع راس ديال المعلقه صغير ديال الخميره الفوريه، خميره ديال الخبز. وبالنسبه لي كما قلت لكم اللي يديها ثقيله من الاحسن ما ديرش الخميره ديال الخبز. من بعد غناخدو 3 ديال صفار البيض، وغادي نخلطو هاد الخليط كامل بالماء زهر اللي سبق لينا ودفيناه فوق النار. من الاحسن ملي كتدفيوها البنات هاد الماء راه هو اللي كيزيد يذوب لينا داك الزبده مزيان، وكيتخلط العجين. ما كنحتاجوش الكميه ديال السوائل بزاف. ملي تالو داك كاس وربع ديال الماء زهر بالنسبه للكيلو و200 غرام، راه بامكانكم تكملوا بالماء عادي ضروبيني ماشي مشكل. وبالنسبه للقوام ديال العجين من الاحسن تكون العجينه قاصحه، ماشي قاصحه بزاف ولكن ما تكونش خفيفه، يعني تكون القوام ديالها قاصح. غادي نوريها لكم لان انايا هنايا في لا فيديو البنات اللي كيصوروا راه يكونوا عارفين هاد القضيه هادي دايزه عليهم ماشي مره ماشي جوج. كنلقاها تبلوكات لي، يعني التليفون تبلوكا لي في اللقطه اللي كنت نقطع فيها العجين وكنديرها في بلاستيكات باش كنطويها ونديرها في البلاستيكات. ما انتبهتش نهائيا الكاميرا راها مبلوكيه حتى للتالي. لهذا غادي نخلي لكم صندوق الوصف طريقه اللي كان نقطعوا العجين وكنطويوها بحال الشكل المسمن. يعني كناخذ واحد القطع صغارين ونقطعوها وندلكوها عفوا باش ماشي ندلكوها يعني بدليك، يعني كناخذوا غير المدلك ونحاولوا نطلقوها ونديروها قطع صغارين ونديروها في بلاستيكات. غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف باش تشوفوا يعني الطريقه كيفاش. دابا غادي نحاول نجمع العجين كما شفتوا، وما غاديش نخليها رطبه، ما نخليهاش يعني خفيفه بزاف. غادي نخليها يعني تكون مايله للقصوحيه وماشي قاصحه بزاف تجيكم ناشفه البنات، يعني تكون القوام ديال العجين رطبه عاديه. الا درتوها خفيفه بزاف راه منين تكونوا كتقليو هاد الشباكيه هادي راه غتجيكم في المذاق قاصح. ولا خليتوها قاصحه من العجين ربيتوها قاصحه من الاول راه كتجي المذاق ديالها هشيشه وكتجي معلكه وشاربه العسل. دابا غنبقى مستمره بحال هكا حتى نجمع العجين كما شفتوا.
ومن بعد غندوزو الطريقه ديال الطي ديال هاد العجين كامله، ونديرو بلاستيكات ونخليوهم. من بعد غنبقاو نطلقو يعني قطعه بقطعه. انا هنا غادي نزيد نضيف شويه ديال الماء، غير الماء عادي دابا. هذا راه ماشي ديال ما زهر، لان صافي درنا ما زهر. والبنات ما تبقاوش تكثروا الماء، يعني ملي تكونوا تجمعوا العجين ديالكم غتبقاو تضيفوا الماء غير بشويه بشويه، لان الا ضفتوا الماء بكثره كونوا على اكيد راه غتجيكم العجينه يعني خفيفه بزاف، وتبقاو عاوتاني عاد حاصلين كتزيدوا تكثروا المقادير. كما شفتوا البنات راني انا هنايا طويت العجين كامل، وكنعتذر لانني صراحه بالنسبه للبنات اللي عندهم القنوات راهم عارفين هاد القضيه هذه ضروري كتوقع معاهم، ديال يا اما كتلقى الكاميرا طافيه يا اما كتبلوكا وما كتدريش نهائيا بها. كناخدو قطعه بقطعه وكنحاولوا نطلقوها بحال هكا تجي طويله على قبل الماكينه ديال اللي غادي نديروها ديال الشباكيه. انا بالنسبه للماكينه هنايا طلقتها في رقم ديال 3 باش ما تجيش رقيقه وما تجيش غليظه، يعني رقم 3 جاي مزيان. غادي نبقى مستمره بحال هكا، غندير واحد 2 او لا 3. ومن بعد انا هنا راني متقله يديا باش تشوفوا، يعني باش تشوفوا بالتفصيل. ما بغيتش نزرب الفيديو. كما شفتوا هنايا راني كنحاول نطلقها تجي طويله، يعني ما تجيش عريضه، باش نحاولوا ما امكن ما يجيناش شوت بزاف في العجين باش نكونوا غادي نبداو التشبيكه. هنايا من بعد ما طلقتها في الماكينه انا عندي هاد القطعه هادي. من الاحسن باش كتجيب حتى شباكيات مقادين، ما كتجيبهمش نهائيا وحده كبيره وحده صغيره، من الاحسن من الاحسن. وهنايا راه كتحاولوا توركوا. انا هنايا راني غادي غير نبدا معكم هنا واحد الصمطه، ومن بعد راني كنكون واخده واحد البلاستيكه اللي غليظه بحال الجلده اللي ديال الجلده ديال اللي كتكون ديال الحمام، هي اللي كتكون خاصه بحال دابا هكا باش كتجيكم ساهله لا بغيتو تقطعوا العجين فوق منها. كتجي داك الاشرطه الوساطه كلهم كيجيو مقطعين. كما شفتوا الطريقه راه باين في لا فيديو. يعني وبالنسبه للتشبيكه اللي ارتحيتوا فيها نتوما ديروها. يعني انا وريتكم غير بغيت نشاركها معكم هذا العام وصافي. ما طرق ديال التشبيكه راني ديجا سبق لي وحضرت معكم طريقه ديال الورده، تشبيكه ديال الورده وتشبيكه العاديه يعني، وهذه راه ديال القديمه. كما شفتوا 2 الاشرطه كنحطوهم مع بعضياتهم بحال هكا، والشريط التالي كاع هو اللي كنخليوه وكنحطوه فوق الاصبع ديالنا كما شفتوا بحال هكا. وغادي نضغطوا الجوانب ديال هاد القطعه هكا الشريط هذا التالي. ومن بعد كما شفتوا كنشبكوها عاديه وراه ساهله، وكتجي الورده ديالها ما كتحلش حتى في القلي، ما كتجيش محلوله. غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى نسالي الكميه ديال العجين كامله اللي عندي، وندوزو باش ندوزو المرحله ديال القلي. ومن الاحسن البنات لا تعلمتوا هاد الشبيكه هادي راه كتجي عاطيه المنظر زوين للشباكيه، وتا الشباكيه ديالكم كتجي يعني مقاده كلها كتجي مقاده، ما كتجيش وحده صغيره وحده كبيره، ماشي بحال التقطيعه القديمه ديال بالجراره. هذه كتجيبهم مقادين كما كتشوفوا. وملي غنساليو الكميه ديال العجين كامله غادي نخليوها تنشف. ضروري تخليوها تنشف الا عجنتوها بحال دابا في الصباح. من الاحسن يعني شبكتوها في الصباح في العشيه عاد قليوها من الاحسن، او لا تخليوها المهم حتى كتنشف 2 3 سوايع على ما كتنشف مزيان. ضروري خصها تنشف عاد تبداو القلي ديالها. غنوريكم الطريقه الثانيه اللي ديال 6 ديال الاشرطه اللي حتى هي راه ساهله بالنسبه للبنات. لما دخلت لهمش لراسهم هذه ديال 5 الاشرطه. كنبقى مستمره 1 2 3 4 5 وفي السادسه كنقطع. دائما 5 ديال الاشرطه يكونوا لداخل وفي السادسه عاد تنقطعوا. هذه حتى هي سهله، ولكن من الاحسن ديال ال5 كتجي زوينه احسن من ديال 6.
انا بالنسبه ليا دائما كندير كنت كندير الاخرى ديال الورده، ولكن هاد القطعه هادي كتجيب العبار ديال الشباكيات كلهم قياس واحد. كما شفتوا هنايا راني كناخد، غادي نقرب لكم الكاميرا باش غادي تشوفوا الطريقه ديال هاد الشبيكه هادي، حتى هي راه هي ساهله وكتبقى دائما على حسب كل واحد وفين تيرتاح. ومن الاحسن البنات لما كيما درتو لهاد الشبيكه، المهم تحضروا شي حاجه في الدار، ماشي بحال دابا هكا تشريوها جاهزه ما تتعرفوش كيفاش يعني باش واجده الزيت القلي واش كيتبدل واش ما تتبدلش. اللهم هكا شي حاجه اللي تكونوا محضرينها في المنزل ديالكم كان احسن. وهنايا من بعد ما ساليت شباكيه كامله خليتها حتى نشفات، ودابا غادي ندوزو باش غادي ندوزو المرحله ديال القلي. ضروري تخليوها تنشف البنات، الا ما خليتوهاش نشفات راه ما غتنجحش معكم. من الاحسن خليوها تنشف. دابا غادي ندوزو المرحله ديال القري. كناخذوا واحد المقله، يا اما المقله اولا الكوكوط. انا هنايا غادي نعاون بجوج بيهم باش نسربي دغيا. عندي حتى هاد المقله هادي كنت خديتها ثقيله، لان ضروري تاخذوا المقله تكون ثقيله. ومن الاحسن البنات بحال دابا الزيت عندك وتخليوها حتى كتسخن مزيان، لان لا خليتوها سخنات مزيان تكونوا على اكيد راه غتحرق لكم الوجه ديالها والداخل غتبقى خضره. وحنا عندنا المرحله ديال القلي راه مرحله مهمه. من بعد ما كنحطوا الشباكيه كنخليو النار غير الزيت غير شويه كتولي موين، يعني ماشي سخونه مزيان. كنبداو نرميو الشباكيه ديالنا ونقلوا النار على ما كنحطوا الشباكيه كامله كنرميوها. من بعد كنزيد واحد شويه في النار، يعني ما كنخليوهاش قليله. الا خليتوها قليله راه غتيبس لكم الشباكيه فوق الزيت وهي كتقلى. غتخليو النار معتدله، ملي تبدا تتحمر صافي غادي تقلوا عاوتاني عليها النار على ما دغيا كتذهب. وكناخذ واحد القطيب اللي كنبقاو نقلبوا بها هاد الشباكيه باش كتبقاو محافظين على الحجم ديالها. كما شفتوا الطريقه ديال التشبيكه اللي سهله، ها هي يعني كتبقى محافظه على الشكل ديالها. من الاحسن ما كتحل لكمش نهائيا لا في القلي لا في التعسال. نبقى مستمره بحال هكا. وكما شفتوا بالنسبه للقلي راه ما كنخليوهاش حتى كتحمر، وملي لاحظتوا الشباكيه ملي كنرميها كتبقى لتحت وفي التالي كتطلع. علاش كتطلع؟ هذا دليل على ان شباكيه ناجحه 100%. وبالنسبه للعسل البنات من الاحسن يكون العسل عاقد مزيان، ما يكونش خفيف، لان ملي كيكون عاقد مزيان راه كتبقى داك الشباكيه ملبسه بالعسل، ما كيوقع لها حتى شي حاجه، ماشي بحال كتجي مغسوله. دابا غادي نبقى مكمله، يعني غنبقى مستمره كنقلي ونعسلو هاد الشباكيه ديالنا كامله. وكما شوفوا القوام ديال العسل كيفاش داير، راه واحد شويه كيبدا يتطلق مره انا الا لاحظتوا ما معمراش هاد الطاوه مزيان بالعسل، لان مره كناخذ العسل جديد وكنصبو فوق منه بحال كنبرد هاد العسل هذا. وكتبقى دائما شباكيه في العسل الجديده، يعني ماشي كتبقى دائما بالقديمه. كما شفتوا باش تعرفوا الشباكيه ديالكم ناجحه وشاربه العسل، شوفوا كي كتطلق الكشكوشه في الجناب كما شفتوا، هذا دليل على انها راها ناجحه يعني راها كتشرب في العسل. دابا غنخليها تعسل مزيان على ما كنسالي قليه ولا جوج، ومن بعد عاد كنبدا نصفيها من العسل. وهذه من بعد ما صفيتها دابا راني كنصفيها، غنبقى مستمره بحال هكا حتى نسالي الكميه ديال الشباكيه. وهذه هي الشباكيه من بعد ما كتوجد كما شفتوا كتجي رائعه. والعسل ملي كتخليوه يعني عاقد، شوفوا كيفاش تيجي داك الشباكيه كتبقى كلها كتجي يعني كتلمع ملبسه مزيان بالعسل، ماشي بحال غير مغسوله في وسط منه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقه اللي حضرت معكم الشباكيه ديالي، ونتمنى ان شاء الله تشجعوني بلي لايك وتعليق زوينه. وغادي نوريكم وحده كيفاش تتجي هاد الشباكيه هذه. كتجي صراحه شاربه العسل وكتجي معلكه وكتجي المذاق كذلك كتجي بنينه
شوفوا التشبيكه كي كتجي رائعه وكتجي كلها متيوله ومقاده. هذه هي الشباكيه ديالنا كيف ما كتشوفوا. كتجي هشيشه هشيشه والمذاق روعه. ومن الاحسن البنات الا حضرتوها بزنجلان البلدي راه كيعطي واحد المذاق رائع لهاد الشباكيه هذه، احسن من زنجلان الرومي، لان الرومي ما فيش المذاق بحال زنجلان البلدي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الشباكيه اللي حضرت معكم اليوم، وما تنساونيش من لي لايك والتعاليق الزوينه، وكنضرب لكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله، والله يلحقنا رمضان ان شاء الله نكونوا بصحيحه والسلامه وكل متمنيات ان شاء الله يا رب. الى اللقاء.